دكتور هاني اقسم بالله انا مهموم ومحبط. انا تصورت ان بعد الثوره الناس اللي بتحب الدين وبتحب البلد هتمشي في اتجاه انها توقف البلد. اكتشفت العكس. اكتشفت ان احنا كل يوم مطلوب مننا 15 ساعه نرد على شويه رويبضه طلعين عينينا. يا ريت يعني يا ريتهم مش مسلمين كنا استريحنا وسكتنا، انما للاسف مسلمين كل يوم بيهلفطوا على الشاشات ويزيفوا الحقائق للناس بشكل فج. فده اللي يعني انا عايز اقول لحضرتك بتصور ان انا نفسي اخلص الاسبوع ده وابطل البرنامج ده والله، لانه فعلا البرنامج جاب للواحد الضغط. اعصابنا اتحرقت من الرد على المسلمين مش من الرد على غير المسلمين. يعني كنت عايز اسيب الحاجات العلميه دي لاخواننا الافاضل والشاطرين في مقارنه الاديان يقعدوا يتكلموا ويشرحوا للناس العقائد ببساطه، لانه في النهايه حاجات يدينوا بها لله سبحانه وتعالى. انما الكارثه السوداء انك كل يوم بترد على مسلم بيشتم في صحابي، ترد على مسلم بيطعن في حديث، الحق مش عارف عدنان الرفاعي بيطعن في البخاري، الحق امنه نصير ومش عارف احمد عبده ماهر وجمال البنا عمالين يلوشوا في السنه. طب هنلحق منين؟ يعني لو كان سهما واحدا لاتقيته.